اكتر حاجه موجوده عندنا كلنا الازايز البلاستيك، متعرفوش احنا بنحتفظ بيها ليه، بس دايما في حاجه بتقولنا ما ترموهاش هتحتاجوها بعدين. فعلا بقى النهارده هنعمل بيها فكره تجنن. نجيب اي ازازه عندنا ونشيل من عليها اي ستيكر كده، بعد كده هنحتاج ننضفها من اللزق اللي عليها، فهنستخدم اسيتون او تينر او سبرتو مع اي قطنه كده، نستعين بقى باي حاجه حوالينا عشان نسند عليها القلم. نثبت القلم كويس ونحرك الازازه عشان نرسم خط متساوي. بعدين جبت ورقه وتنيتها بالنص كده وقصيتها بالشكل ده، حطيت عليها دبل فيس عشان تسهل عليا الخطوه اللي بعد كده، وثبتها هنا كده على الخط اللي انا عملته. بدات احدد الشكل بتاعها، بعدين شلتها وحطيتها هنا كده، وبرده حددت الشكل كده. كمان رسمت ديل القطه وحطيت عليه دبل فيس عشان اثبته على الازازه. طبعا ثبته هنا كده وحددته. بعد كده استخدمت القطر عشان افصل الجزء اللي فوق ده، وكملت بالمقص عادي عشان اتحكم اكتر. بعد ما قصيت الشكل كده هنحتاج ننضف اثار القلم عشان لو حبينا ندهن بلون غير الاسود. انا كده هدهن اسود، بس دي خطوه مهمه فحبيت ان انا اوريها لكم. بعد كده دهنتها كلها باللون الاسود. بعدين استخدمت اللون ده وعملت شويه حركات. استخدمت قلم دوكو ابيض عشان ارسم العيون. وبس كده خلصت الفكرة، بجد بسيطة وتحفة. ممكن تعملوا اشكال تاني كتير غير القطة دي. ممكن بقى تستخدموها كده كبوت للزرع وتحطوا فيها زرع صناعي او حتى زرع طبيعي، واحسن حاجة انها ينفع يتحط فيها زرع طبيعي، او نحطها على المكتب ونحط فيها الادوات بتاعتنا، هيبقى شكلها حلو قوي.